لو تكتب بس في الجوجل فيلبينو هاوس ميد سي في راح يطلع لك إياهم بالهبل بالهبل. اللهم تختار واحدة منها وتراسلها، تكلمها، تعطيها مواصفاتك كأنك عقد بينك وبينها. تقدر تكلمها سكايبي، تتواصل معاها، تقول لها أنا عندي بيت، عدد الأبناء اللي فيه كذا، البيت كبير، البيت صغير، ومن هالقبيل. بس بعطيكم مثال للمكتب، الموقع هذا هيلبر تشويس. لو افترضنا اخترت خادمة من هنا، راح يطلع لي معلوماتها كاملة، ديانتها، عدد السنوات الخبرة، الراتب اللي هو $400، الظاهر 1500 ريال، الشروط العقد اللي بينك وبينها. إذا وافقت أنت وياها تروح هنا على كونتاكت، راح ترسل لها هنا زي المسج. طبعا أنت لازم تسجل بإيميلك هنا، تسجل لها هنا أنا أبغاك تشتغلين في البيت عندي، عدد الأبناء اللي موجودين كذا، البيت كذا، العائلة الصغيرة، من هالقبيل. راح يجيك رد منها هي. إذا وافقت اطلب منها جوازها بس ورقم التواصل، وادخل على مساند على طول. اختار لك مكتب، مثلا هذا مكتب راحة الاستقدام اللي موجود في الدمام، تواصل معه، قول هذه الخادمة بدل ما ياخذ عليك 17,000 راح ياخذ عليك 8,850. وبعدين عشان بس ليطمئن قلبك من المكتب أو من الخادمة، طبعا كل أمورك راح تكون رسمية وعن طريق مكتب في السعودية هنا، يعني لا تشيل هم ولا تخاف. لو تدخل على موقع أو تويتر السفارة السعودية بالفلبين، راح يعطيك أرقام التواصل للسفارة. عندك رقم السفارة، لو ترسل لهم على الإيميل تعطيهم رقم المكتب أو اسم العاملة ومعلوماتها كاملة، راح يردون عليك على طول، يعني خلال 24 ساعة لازم يردون عليك. فهذه طريقة سهلة جدا، راح توفر عليك أكثر من 50% من رسوم الاستقدام. أتمنى أني بسطت لكم الموضوع وسهلت عليكم، لأن في ناس صراحة كثير يحتاجون الخدمة هذه. الأمر سهل جدا، زي ما قلنا وزارة العمل قدمت الخدمة هذا 50% عن طريق موقع مساند التابع وزارة العمل. تقدم التأشيرة وتصدر التأشيرة وتسددها عن طريق البنك أونلاين، وترفع بياناتك على طول.